راح نعطيه المركز السادس. نهاد محمد مع الأسف كان مستواه متذبذب أو مو زين. إن شاء الله يطور نفسه ويحسن من نفسه ويكون بأعلى مستوى، لأن بالنهاية هو يمثل العراق ويمثل هذا الشعب المحب لكرة القدم. بعد عندنا كرار محمد، أظن كرار محمد نعم، همين ما كان بالمستوى المطلوب، راح نخليه بالمركز التاسع. هذا كان في التقييم. إن شاء الله يكونون كلهم أبطال، وإن شاء الله يكونون كلهم باستحقاقات القادمة أفضل، واللي كان مركز العاشر إن شاء الله بالمستقبل يكون المركز الأول. النمو والتطور هذا الشيء موجود بكل مراحل الحياة، وبكرة القدم أكيد هي جزء من الحياة، جزء من نظام، جزء من قانون. فما دام أكو نظام وأكو قانون، فممكن إنه يكون اللاعب يتطور ويصعد ويكون بالمركز الأول، والتراجع والتقدم هو شيء طبيعي.